ما تضيعش حياتك في حاجات ملهاش لازمة، ما تسيبش وقتك يروح منك كده على الفاضي. خليك دايما فاكر ان الحياة قصيرة ومفيش اغلى من وقتك ولا اللي بتعمله فيه. حدد خطة لحياتك، اكتبها بكل مصداقية، امشي ناحيتها بخطوات ثابتة، وما تفتحش لليأس باب في حياتك مهما الطريق طول. حب نفسك، اكتب مميزاتك، حب شغلك، اكتب نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك ولو 3 بس كل يوم علشان تبعد عن التشكي وتمسك في الحمد. حب الناس اللي حواليك، حب الناس اللي تستاهل، ابعد عن الكره. مش معنى انك ما بتحبش حد فلازم تكرهه، في مرحلة في النص اسمها مرحلة اللا حب. انا ما بحبش فلان لكني ما بكرهوش، لكني ما بتمنلوش الضرر. ابعد عن الحقد والمقارنة، لان دول اعتراض على الخالق سبحانه وتعالى مش على المخلوق. هياكلوك من الداخل، مش هيسيبوا فيك اثر. ركز على نفسك وعلى حياتك، طور نفسك صحيا وعلميا ونفسيا وفي كل جانب تاني. ركز على رحلتك الخاصة، هي دي اهم حاجة. لما تيجي تساعد حد ساعد باللي تقدر عليه وانسى، وابعد عن الاستغلاليين، هيضيعوا طاقتك في حاجات ملهاش اي قيمة. خد بالك كويس علشان ما تتعرضش للخذلان. لازم تكون عارف حدودك كويس. الحب والتقبل بيفتحوا لك طرق جديدة وبيوروك الفرص مش العقبات. بلاش تستعجل الرحلة، اعمل كل حاجة بثبات وبيقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. اهم حاجة تكون ماشي صح. خطوة واحدة في الطريق الصح افضل من 1,000,000 خطوة في الطريق الغلط. والاهم من كل اللي فات ده، ابعد عن اي حد بييأسك من ربنا سبحانه وتعالى. امسك في العلاقة دي بكل ما اوتيت من قوة، لان جزء كبير جدا جدا من سعادتك معتمد على العلاقة دي. سلام.